صدرت توجيهات سريعة من الملك سلمان وفقا لتصريحات صحيفة سبق الإخبارية المقربة من الحكومة السعودية، وذلك بانه تم التوجيه بالقبض على الأمير سعود بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود وكافة الشركاء في جريمة الاعتداء على الوافد اليمني، وذلك إثر إيقافة المركبة أمام منزل الأمير حسب ما هو واضح في الفيديو المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي. وانتشرت صورة للأمير وهو في مركز التوقيف، وذلك بعد أن ظهر في الفيديو وهو يعتدي بشكل وحشي على العامل اليمني ويتلفظ بعبارات نائية جدا وحاملا سلاح نار بيده، والدماء كانت في وجه المعتدى عليه. ونشر الأمير خالد آل سعود تغريدة على حسابه في تويتر قائلا: أمير، وزير، رجل أعمال، النظام فوق الجميع حتى ساحة القصاص، شهد تطبيق شرع الله في الأمير وغير الأمير. لا تنسى الاشتراك في القناة أخبار العالم، وذلك بالضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو.